حنا شوف المستوى ديال اللاعبين المغاربه اليوم، ما شاء الله عليهم تفوقوا يعني حصدوا الأخضر واليابس أوروبيًا وعالميًا، ها هو اليوم انهزمنا غير باش ما نتلاقاوش مع الخريطة، حنا ولينا نخافوا غير من الخريطة نهربوا منها، عيب الشيء اللي وصلنا له، التدمر في الرياضة اللي وصلت له، التألق ديال الخماسي اليوم، 5 نهائيات، 5 ألقاب، ما شاء الله الناس مستوى عالي، الناس راها يعني هاربة يعني ما نهضروا لها لا لوجيك، الناس تلعب في البطولة ديالهم بطولة عالية، آآ حنا باش خصنا نتعلموا، خصنا نتفرجوا نتعلموا لهم، عندهم أكاديميات، عندهم مستوى عالي. السلام عليكم الاصدقاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو المميز اللي غنشوفوا فيه واحد الاخ جزائري حر تيهضر على تتويج 5 مغاربه في 5 نهائيات في هذا النهار هذا. 5 المغاربه لعبوا 5 نهائيات في نهار واحد، المغاربه كلهم توجوا بالالقاب حتى شي واحد ما خسر فيهم. سفيان امرابط، اشرف حكيمي، امين عدلي، سفيان رحيمي، ورضا سليم مع الاهلي. هذا الجزائري هذا يهضر بواحد الحب كبير للمنتخب المغربي والمغاربه بصفه عامه، ويقول الجزائر لازم تتعلموا من المغاربه. الجامعه المغربيه لكره القدم كدير خدمه كبيره، وهذه هي النتائج ديالها: التتويج بالالقاب العالميه والميداليات الذهبيه. بينما في الجزائر حاضر المروك القجع لقجع والنتيجه كارثيه. كذلك نسمعوا التصريح ديال سفيان الرحيمي من بعد ما ادى جائزه افضل لاعب في مباراه النهائي وادى جائزه افضل لاعب في بطوله اسيا وهداف في هذه البطوله. دعموا المقطع بواحد لايك باش الفيديو ينتشر توصل كاع المغاربه ويستمتعوا به. خلوا لي الاراء ديالكم حول الموضوع في قناه التعليقات، واذا كنت مهتم بهذا المحتوى فما عليك الا تنضم للقناه ديالنا عبر رمز الاشتراك بها وتفعيل زر الجرس باش دائما فيما نحط لكم شي فيديو جديد يوصلكم نتوما الاولى وبلا ما تبحثوا عليه. هرب الطار، هرب انهزمنا في الدور نصف النهائي باش ما تلقاوش مع الخريطة، وننسحبوا في النهائي ونديروا المهم انهزمنا ب3-0. شوفوا كي لعبنا بالخريطة كما المهم انهزمنا ب3-0 مع المنتخب الغاني وهربنا من الخريطة. ألف مبروك للمنتخب المغربي اللي فاز ب6-2 على المنتخب النيجيري وتأهل النهائي وألف مبروك مسبقا كأس ديال كأس إفريقيا هذه. 5/5 كاع داو الألقاب. أسبوعة والله العظيم إلا أسود الأطلس هذا العام، ما شاء الله عليهم. يعني أسبوعة حكيمي باقي شحال، باقي 5 دقايق ولا المهم حكيمي حتى هو دا اللقب. يعني 5/5 البداية باش بداها أمرابط، سفيان مرابط اللي دار مقابلة عالمية ورائعة نستعرف به. الناس اللي راها تخدم في البلاد يعني تخدم في المغرب وحنا نخدموا في المواقع، ومازال غادي نولي لشي إشكالات اللي قالهم الرئيس الاتحاد ديالنا اللي خرج قبيله قال لك أسيدي الدوسي ما كان لا دوسي لا والو. المهم حنا شوف المستوى ديال اللاعبين المغاربة اليوم، ما شاء الله عليهم تفوقوا يعني حصدوا الأخضر واليابس أوروبيًا وعالميًا، يعني واحد في الأهلي المصري وواحد في العين. سفيان الرحيمي اللي أدى مقابلة رائعة، بصح البداية كانت بسفيان مرابط اللي أدى 90 دقيقة ولا أروع، دا الكاس الاتحاد الانجليزي. جا موراه رحيمي ادى رابطه الابطال ديال اسيا اللي تحصل على الجائزه ديال الهداف ديالها وتحصل على احسن لاعب في البطوله ديال رابطه الابطال. زيد شكون اللي كان عاود رضا سليم واخا ما لعبش مع الاهلي المصري ودا اللقب ديال رابطه الابطال الافريقيه. المنتخب المغربي اللي بحالهم مساكين، المنتخب المغربي المهم فاز ب6-2 وتاهل النهائي. الف مبروك عليهم. زيد تكون امين عدلي اللي دا كاس ديال المانيا، ما شاء الله يعني شو التالق. واشرف حكيمي تا هو راه دا كاس فرنسا. يعني هذا هو الخدمه الناس تخدم. حنا واش حنا حاضيين ونسبوا ونطيحوا الهضره في لي بلاطو يعني يقولوا انت هذا مساكين مع يا ودي الناس راه في المستوى العالي. فين راك ابراهيم دياز راه عنده رابطه الابطال النهائي، فين راك الكعبي والكعبي راه عنده لا فينال حتى هو السيمانه هذه. يلا تحدث الآن عن نجم مباراة النهائي في دوري أبطال آسيا سفيان الرحيمي الذي عبر عن هداف البطولة بالمناسبة وأفضل لاعب في المباراة، عبر عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وأضاف أنه لا معنى للجوائز الفردية من دون الفوز بالألقاب الجماعية. نستمع إليه. والله أول شيء ما أقدر أوصف لك شعوري. الحمد لله تحملت كثير من الضغوطات، تعرف كنت صرحت قبل قلت هالمباريات كبيرة تصنع رجال. صراحة والله عندي رجال في الغرفة، رجال ويستاهلون الفرحة. والله قلتها قبل، إذا ما أخذت البطولة والله ما أشوف لقب هداف ولا لقب أفضل لاعب، وأنا أبى البطولة من الأخير. ألف مبروك. إنجازات فردية مع الوقت بتحصلها، بس الحمد لله. مبروك أم العينوية.
سفيان الرحيمي إذن فرض نفسه نجما دون منازع في المشهد الختامي في مباراة إياب دوري أبطال آسيا بعدما قاد فريقه إلى التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ نادي العين. لعب الرجاء كان مميزا، برأيك ما هو سر هذا التفوق وهذا النجاح الذي حالف سفيان الرحيمي كابتن سمير؟ أول حاجة العامل الذهني لدى سفيان ممتاز للغاية. لو احنا بنقيم اللاعب على 4 أشياء، أول حاجة النواحي الذهنية، هو لعيب يمتلك عقلية ذهنية متميزة، شفناه حتى في النواحي البدنية، قوة بدنية عالية، وبانت في الحصول على ركلة الجزاء اللي انت تاخد الخطوات السريعة دي وتحط جسمك أمام المدافع، دي كان تدل على القوة البدنية. النواحي المهارية بتاعته عالية، ده نمرة 3. النواحي الخططية في حتة التحرك والدبل باص اللي عمله في الهدف الأول مع المهاجم ماتيوس. أعتقد الأمور بالنسبة لسفيان أمور ممتازة لغاية. 13 هدف، هداف البطولة مع البريك اللي هو صانع حوالي 6 أسيست. الهلال السعودي مسجلة 30 هدف في البطولة. يبقى رحيمي النهاردة مع العين بيقول إن أنا لاعب من كلاس إيه، اللي أنا أكون هداف البطولة برصيد 13 هدف. ده شيء كبير في كرة القدم. ولو احنا بنقيس على البطولات في البطولة الأفريقية، هداف البطولة لا يمتلك 7-8 أهداف، يعني اللي هو نمرة 1 اللي هو مسجل أهداف ومتميز في البطولة الأفريقية. ولكن رحيمي بيحط قدمه، بيقول أنا موجود عشان أمثل، أو أنا ليا الأحقية في تمثيل المنتخب المغربي في البطولات القادمة، إن كان في بطولة أفريقيا أو إن شاء الله يكون موجود معاه في كأس العالم. لأن المنتخب المغربي بيعاني في بروفايل رقم 9، ورحيمي من اللعيبة الممتازة، حتى لو هو مش هيبدأ بس بديل قوي جدا 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 هجوميا. سفيان الرحيمي أيضا كان مميز في مباراة الذهاب ضد الهلال السعودي، سجل هاتريك منها ركلتي جزاء كابتن وائل. يعني هذا التفوق لهذا اللاعب والاستمرار في هذا العطاء الجيد هو نتاج مسيرة موفقة مع فريق العين. أكيد أنه يمتلك خاصة ناحية ذهنية جيدة وجيدة جدا، وأنه يمتلك زاد قدرة على قراءة المنافسين وقراءة تحركات المنافسين. لما نشوفوا ضربات الجزاء اللي جابها سفيان الرحيمي كلها ذكاء منه هو، يعني تقريبا كل الكرات كانت في متناول المدافعين اللي قدامه، سواء المدافع البليهي أمام في مباراة الهلال في مناسبتين، يعني نشوفوا كيفاش يعطيه الكرة، تقريبا الكرة تكون عند المدافع، وفي آخر لحظة لما المدافع يندفع 100% هو يلمس الكرة ويحاول لها وجهتها ويحط رجله. وهذا دليل على ذكاء اللاعب وقدرته على استغلال تهور أو استغلال الجانب الذهني أو النفسي للفرق المنافسة. وهذا يعني يرجع تقريبا كذلك للتكوين الجيد اللي متكونه في فريق اللي تكون فيه الرجاء، وفي فريق الرجاء، ولعب أيضا الكثير من المباريات وكعب أيضا الكثير من النهائيات، وشارك حتى في دوري أبطال إفريقيا. يمكن اكتسب نوع من الخبرة مع فريق الرجاء. لما راح للعين يمكن زاد طور من نفسه مع أيضا لاعبين يمتلكوا خبرة جيدة. ولكن أعتقد أن المنظومة الهجومية بالنسبة للعين هي اللي ساعدت أيضا سفيان الرحيمي على التألق، لأنه لما يكون وراك لاعبين جيدين خاصة في التمريرات الحاسمة في الأوقات الجيدة، إلى جانب اللاعب كوجو لابا يعني هداف أيضا معه 8 أهداف. لابا اليوم لما دخل لابا سجل هدفين. يعني نشوفوا احنا لنا تشوف المدرب يقوم بتغيير لاعب يدخل يسجل هدفين، يقضى تقريبا على المباراة وعلى آمال الفريق الياباني في العودة، تقول هذا يعني كوتشينج ناجح من المدرب 100%. لكن هي أيضا منظومة كاملة هجومية قامت بالمساعدة، لأنك لما يكون عندك لاعبين ممتازين ولاعبين يعرفوا توقيت إخراج الكرة وتوقيت تمريرها في المكان وفي المساحة المطلوبة، اللاعب يصير يلعب متحرر أكثر، لأنه يعرف وأنه في تفاهم بينه وبين اللاعب اللي وراه، وهذا يساعد أكثر على التحرر ويساعد أكثر على التألق خاصة على الناحية الهجومية. وهذا ما شفناه مع سفيان الرحيمي يعني في 4 مباريات تقريبا، منها حتى مباراة الذهاب، كان مباراة الذهاب والإياب أمام الهلال كان متألق، ومباراة اليوم
كان متألق أيضا مع العين بطبيعة في على 5 مباريات أو 6 مباريات. أعتقد أنه كان له نصيب الأسد من الأهداف ونصيب الأسد من التمريرات ومن الأوقات الحاسمة لنادي العين، وبطبيعة كان حاسم مع نادي العين في هذا التتويج، ويستحق أنه يكون رجل المباراة ورجل الأوقات الأخيرة مع نادي العين في هذه المباريات. أيضا العين الآن سيتفرغ إلى الدوري المحلي. لرحيمي اللي هو افضل لاعب وهداف البطوله ب 13 هدف، ورحيمي بيعيش حاله ممتازه في كره القدم، هو هداف البطوله. اتلعب 148 مباراه الى الان في البطوله بوجه عام. رحيمي مسجل 13 هدف وبيقدم اشياء خياليه، سجل هدفين وهدفين ممتازين النهارده. رحيمي من اللعيبه القناص داخل ال 18، شفنا الاهداف من توقع وتسديد وتمركز جيد، يمتلك الدقه في الانهاء، بروفايل لاعب من وجهه نظري على اعلى مستوى. ثنائيه ماتايوس معاه هم بيلعبوا 4-3-1-2 واشتغلوا بشكل ممتاز. هنا التحضير مع طبعا ده المباراه الاولى، قدر ب 1-2 ممتاز، قدر يستغل في انصاف. هنا حته اللي انت بتحط نفسك قدام المدافع وتجبره اللي هو يخطأ ويشتغل معاك ضربه جزاء. اعتقد سفيان بيقدم مستوى ممتاز، يستحق على اثر هذا المستوى الانضمام طبعا والتألق مع منتخب المغرب. رغم العين 2-1 يعني الذهاب، نعم. وايضا تقدم 2-1 لانه يوان ماتيوس سجل قلص الفارق بالنسبه لفريق يوكوهاما. لكن هناك بطاقه حمراء يبدو ان هي منعرجه المباراه. أكيد. ويليام بوب خرج في اخر الشوط الاول، وربما هذه النقطة هي منعرج المباراة، لأنه التفوق العددي الذي كان عليه فريق العين هو. إذا أصدقائي أخوتي الأعزاء كما تابعتوا معنا، كان هذا هو التعليق ديال واحد الأخ جزائري حر على تتويج 5 لاعبين مغاربة في 5 نهائيات مختلفة في أوروبا، في آسيا وفي إفريقيا في يوم واحد. أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، سفيان أمرابط مع مانشستر يونايتد اللي فاز على في مفاجأة كبيرة، وبعد مباراة قتالية فاز على مانشستر سيتي في ديربي انجلترا في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. كذلك سفيان الرحيمي اللي قدم واحد المباراة واعرة في نهائي كأس في نهائي كأس آسيا، توج بها بجائزة هداف البطولة، زائد أفضل لاعب في المباراة النهائية، زائد أفضل لاعب في المباراة ككل، زائد تتويج أشرف حكيمي بلقب كأس فرنسا بأداء ممتاز، أداء خيالي، أداء ما شاء الله. وكذلك رضا سليم مع فريق الأهلي المصري، والمغربي الآخر أمين عدلي مع فريق ليفركوزن من بعد مباراة زوينة بزاف اللي ختموا بها هذا الموسم هذا بلقب ثاني من بعد الدوري الالماني اللي توجوا به بدون اي هزيمه. تلنا الاخوان نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تفاعلوا معنا بزاف بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس باش دائما فيما نحط لكم شي فيديو جديد يوصلكم نتوما الولاء وبلا ما تبحثوا عليه. وبطبيعه الحال بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم باش يستمتعوا به، وخلوا الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في خانه التعليقات.